بسم الله الرحمن الرحيم. لما نسمع كلمة ثورة غالبا احنا بنفكر في الثورات السياسية، لكن الثورة ممكن تكون في مجالات متعددة. يعني في الثورة العلمية، في الثورة الصناعية، في الثورة الاقتصادية، وهكذا. الثورات ممكن تحصل في مجالات كتيرة جدا. بس في طب ايه اللي بيخليها تبقى ثورة؟ هي انها بتكون تطور فجائي ملحوظ، طفرة في مجال معين. يعني الثورة السياسية بتبقى طفرة في النسق السياسي. يعني لما تقوم الثورة السياسية في فرنسا مثلا، عملت طفرة انها قضت على طبقة الارستقراطيين وطبقة رجال الدين، وطلعت الطبقة البرجوازية مسكت الحكم. دي ثورة سياسية. في ثورة اقتصادية، ان مثلا دولة تتحول من النظام زي الصين مثلا. الصين حصل فيها ثورة اقتصادية، انها تحولت من النظام الشيوعي الى النظام الرأسمالي. دي ثورة اقتصادية. في حاجة اسمها الثورة الصناعية، بس دي حصلت مرة واحدة في التاريخ. الثورة الصناعية دي حصلت مرة واحدة في التاريخ، اللي هي الثورة الصناعية الإنجليزية. دي حصلت تقريبا في أواخر، يعني في الربع الأخير من القرن ال 18، 1700 وحاجة زي كده. طب إيه هي الثورة يعني إيه اللي حصل؟ يعني إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الصناعة في كل بلاد العالم لحد هذا التاريخ كانت قايمة على الورشة. في نشاط، انتوا عارفين، في زراعة، في تجارة، في راعي، في صناعة كانت موجودة من فجر التاريخ، من قبل الفراعنة. بس كانت الصناعة ان انت تعمل منتج، كانت الصناعة قايمة على الورشة. الورشة مش فكرة الحجم، لا، فكرة ان الورشة الصنايعي بيعمل الحاجة، المنتج بيقعد يعمله غالبا كله بنفسه، خطوة ورا خطوة ورا خطوة ورا خطوة ورا خطوة لحد ما يكتمل المنتج. غالبا ممكن معاه صبي بيساعده، بيناوله، بيعمل له، بيعمل تفصيلة صغيرة. لكن هو الصنايعي زي النهارده انت لما تروح لورشة النجارة مثلا، عايز تروح للنجار الفاتح ورشة نجارة، تقول له اعمل لي دولاب، حاضر يعمل لك دولاب. يبدأ يشتغل في ايه؟ يبدأ يحسب حساباته ويخرط الخشب، وبعدين يبدأ يعمل القعدة، وبعدين يعمل الجوانب، وبعدين يعمل السقف، وبعدين يعمل الضلف، وهكذا. صح؟ دي الصناعة التقليدية قبل الثورة الصناعية. انجلترا لقت نفسها ان الاسلوب ده مش هينفعها في التصنيع، لانه اسلوب بطيء ومكلف، وهي محتاجه. يعني كان زمان تروح النهارده تقول اعمل لي دولاب، لا، ده محتاج 1000 دولاب. النجار ده لو انت محتاج 1000 دولاب، افرض انت عندك فندق في مثلا 200 غرفه وعايز 200 دولاب، هل هتروح للنجار، لورشه النجار، يعمل لك 200 دولاب؟ لا طبعا، مش ممكن. هو يعمل لك ولا 50 سنه يعمل لك 200 دولاب دول. فانت بتروح لمصنع موبيليا. يبقى في حاجه اسمها المصنع. يبقى الثوره الصناعيه هي ان الناس بدأ الانتاج يكون في المصنع. ايه الفرق بين المصنع والورشه؟ الفرق اني بنشتغل على التوازي. يعني الاخ اللي بيخرط الخشب شغال، وفي نفس الوقت الاخ اللي بيعمل القعده شغال، والقعده نفسها ممكن تبقى اجزاء، واحد بيعمل حاجه وواحد بيعمل حاجه وواحد بيعمل حاجه. بنقسم الدولاب لمثلا 10 قطع، كل واحد تك تك شغال في قطعه، ويجي واحد في الاخر خالص يجمع القطعه دي كلها تك ويركب الدولاب. تك 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 تك. وانا شغال في كذا، هو شغال في كذا، وده شغال في كذا، وده شغال في الضلف، وده شغال وده. نقفل العربية. زي مثلا مصانع السيارات تلاقي خط انتاج. العربيه بتعدي على كل واحد يحط حاجه، واحد يحط حاجه، واحد يحط الموتور، واحد يحط الضفيره، واحد يحط اللي مش عارف ايه، واحد يحط ايه، واحد يعمل ايه، واحد يلحم ايه، والتك تك، واحد يركب الابواب بص تلاقي العربيه بدات من الصفر في الاول خالص، من الصفر مش شاسيه، انتهت بعربيه. يبقى انا اقدر انتج في الساعه 10 عربيات، 20 عربيه ممكن. ان احنا يعني فكره المصنع هي فكره تقسيم العمل. دي الثوره اللي حصلت في انجلترا، لان هي كان ما هماش، ما فيش حد بيقول ايه ما تيجي نعمل ثوره سياسيه او ثوره لا، الضرورات بتفرض. طيب، ليه الثوره، ده المؤرخين بيسالوا السؤال ده، ليه الثوره الصناعيه حصلت في انجلترا؟ ما حصلتش مثلا في فرنسا، ما حصلتش في المانيا، ما حصلتش في اسبانيا، ما حصلتش في ايطاليا، ما حصلتش في هولندا، ما حصلتش في بلجيكا، ما حصلتش في اليونان. دي كلها دول غربيه.
ليه حصلت في انجلترا؟ هقول لك ليه، في اسباب المؤرخين اتكلموا عنها مش انا. لكن عايز افهمك حاجه، ان مش كل الدول الاوروبيه تطورت في وقت واحد. احنا متخيلين كده ان الغرب ده كده مره واحده عمل كده، لا، ده ما حصلش. اللي حصل ان حصلت الثوره الصناعيه في انجلترا، وفي انجلترا فضلت متطوره ومتقدمه على كل الدول دي، خلاص. لكن هم ايه، عادي بيتعلموا يعرفوا يعني. فولتير مثلا، فولتير ده كان اكبر مفكر في فرنسا وممكن في اوروبا. فولتير ده كان بيسموه ملك اوروبا غير المتوج. فولتير ده من كتر يعني من كتر مشاكساته في بلده فرنسا، لانه كان ضد الارستقراطيين وضد الكنيسه والكهنوت، وكان دايما يسخر منهم وحاجات زي كده، ويالف كتب يسخر من رجال الدين، ويسخر من الارستقراط، وطلع عليهم نكت. وكان مفكر بس كان كوميدي يعني، كان لسانه عايز قطعه. فكان يمسكوه يحبسوه، وبعدين يطلع، وبعدين يحبسوه تاني، يقل ادبه، يقول مش عارف ايه. فهو جه في مره قال بقى أنا مش قاعد لكم في البلد. قام ركب سفينه من ميناء قاليه ده، اللي هو بيفصل انت عارف اللي يفصل فرنسا عن انجلترا، بحر المانش. ففي ميناء اسمه كاليه، ركب السفينه من كاليه، وقال لك هروح بقى اروح لانجلترا، اروح في انجلترا اعيش فيها. انا زهقت بقى من الحبس وزهقت من البتاع. راح قعد في انجلترا 3 سنين. هو لانه انسان ذكي جدا ومفكر وعظيم، فطبعا مش راح بقى يتفسح، لا، ده راح اول حاجه اتعلم اللغه الانجليزيه بسرعه، اتعلمها يعني بكثافه، يعني لحد ما اتقنها تماما. وبدا يروح يتعرف على كبار المفكرين الانجليز والفلاسفه الادباء زمايله بقى، يعني هم برضه اكيد سامعينه، يعني انا فولتير بتاع فرنسا، اهلا اتفضل، ايه مش عارف ايه صاحبهم كلهم، خلاص. وبدا يقول يكتشف حاجه، ايه ده انجلترا اللي احنا بينا وبينها شويه ميه قد كده 17 كيلو يمكن ولا حاجه، دي متطوره عنا، سبقانا في حاجات كتير جدا. ده انجلترا دي سبقانا في حاجات كتير جدا. ايه ده، حاجه غريبه. قال اي انا لازم اعمل حاجه لبلدي. هنا بقى مش ده بيفكرك بحاجه، برفاعة الطهطاوي. رفاعة الطهطاوي برضو راح فرنسا وقال ايه، قال ده فرنسا فيها حاجات كتير جدا متطوره عننا في مصر، فلازم احنا ايه، نبدا نعمل الاشياء دي. ولذلك حط كل الحاجات دي في كتاب اسمه تخليص الابريز في تلخيص باريس. تخليص الابريز يعني الابريز اللي هو الذهب، تخليصه يعني استخراجه في تلخيص باريس. يعني هو لقى ان التقدم اللي في فرنسا ده زي الذهب، فهو عايز يستخرجه ويرجعه، ويخلي المصريين يبداوا ايه، يستفيدوا منه ويتعلموا منه. فولتير قبليه ب 100 سنه عمل كده بس مع انجلترا، يعني تخيل، يعني فولتير راح انجلترا لا اكثر تقدما من فرنسا، فالف كتاب اسمه الرسائل الفلسفيه. طهطاوي جه بعديه بيجي 100 سنه، راح فرنسا لقى فرنسا متقدمه عن مصر، فالف كتاب تلخيص الابريز تلخيص باريس. يعني الاثنين عملوا نفس الحاجه بس ايه، في ظرف مختلف. فولتير لقى عندهم تطور في النظام السياسي، لقاهم عملوا حاجه اسمها الثوره السياسيه، كانت لسه الثوره ما ظهرتش في فرنسا. فهو قال يبقى لازم نعمل ثوره احنا كمان. لقاهم عندهم تسامح ديني، مفيش تعصب في الكهنوت، ولغوا الدين الكاثوليكي ده القديم بتاع القداس والحاجات والكهنوت والحاجات اللي هي الكلام الفارغ ده، وعملوا ديانه بسيطه كده، والقسيس في الكنيسه بيقول كلمتين ومع السلامه وخلاص وصلوا طيبين. لقاهم فيهم عندهم حاجات كتير جدا، ودرس بقى شكسبير، وراح راح كان عايز يقابل نيوتن، لقاه توفى يوم ما وصل انجلترا. فقابل بنت اخته اللي كانت بترعى احواله، وقعد يسالها وازاي اكتشف قانون الجاذبيه وموضوع التفاحه ومش موضوع التفاحه. كتاب اللي هو ايه، الرسائل الفلسفيه، ممكن تقراه وتشوف هو شاف فيها ايه. يعني لذلك انا عندي مشروع كتاب ان انا اعمل مقارنه ما بين ما فعله فولتير وما فعله الطهطاوي. كل واحد عمل في البلد اللي هي راحها ولقاها انها اكثر تطورا من بلده، فحب يفيد ابناء بلده في ان هو يقدم لهم كل الحاجات دي في كتاب. فولتير قدمها في كتاب تخليص الابريز في تلخيص باريس، والطهطاوي عملها في كتاب اسمه كتاب الطهطاوي اسمه ايه، رايح عن بالي دلوقتي. كتاب بتاع الطهطاوي رايح عن بالي، لكن هو الف كتاب لا عفوا، فولتير اللي عمل كتاب اسمه الرسائل الفلسفيه. الطهطاوي عمل كتاب تخليص الابريز في تلخيص باريس. انا اسف يعني. طيب انا هستعرض لكم الموضوع ده بس في الحلقه الجايه.